السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي الحلوين عاملين ايه النهاردة؟ إن شاء الله هناخد مع بعض حرف جديد، حرف اللام. اسمه ايه يا أصحابي؟ نردد مع بعض: لام. حرف اللام. تعالوا يا أصحابي الحلوين نتعلم مع بعض مدلولات لحرف اللام. يبقى الحرف اللي احنا أخدناه النهاردة إن شاء الله اسمه حرف اللام. أول مدلول من مدلولات حرف اللام: ليمون. لام لحم. لام لؤلؤ. لام لبن. لام لوحة. لسان. لوز. ليل. لعبة. يلا بينا يا أصحابي الحلوين نفتكر مع بعض حركات الحروف. طبعا يا أصحابي الفتحة والكسرة والضمة والسكون. الفتحة دايما فوق الحرف زي المثال اللي قدامي يا أصحابي: ليمون. تاني حركة يا أصحابي الكسرة: لسان. الضمة يا أصحابي زي كلمة لعبة. تعالوا يا أصحابي نتعرف مع بعض على مواضع حرف اللام في الكلمة: في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. في أول الكلمة يا أصحابي بيكون متصل بالحرف اللي بعده زي الأمثلة اللي قدامي دي يا أصحابي. في وسط الكلمة ممكن يكون منفصل أو متصل لو قبل حرف من الحروف الرافصة. وفي آخر الكلمة يا أصحابي ممكن يكون متصل أو منفصل زي الأمثلة اللي قدامي دي يا أصحابي. وبكده نكون اتعلمنا مع بعض حرف اللام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا أصحابي، انتظروني في حرف جديد. مع السلامة.